تعرض الفنانة زينة لفيروس خطير وعمليا الوحيد رغم الشائعات اللي طلعت عليها في موضوع ياسمين العوضي، إلا إنها كانت بتعاني ومنشغلة بالعملية بتاعت ابنها. إيه اللي حصل وإيه التفاصيل؟ ده اللي هنتعرف عليه يا أكابر سويا من خلال الفيديو. ففضلا منكم وليس أمر، يا ريت دعمنا بلايك. شرف لينا اللي مش مشترك ينورنا باشتراكه في قناتنا المطالة. محترمين اليوتيوب، السلام عليكم وأهلا بكم. تحية خاصة من قناتكم ومن أخوكم أبو وليد. الفنانة زينة، ينفع نقول إن في ناس كتير جدا ظلموا الفنانة زينة في الفترة الأخيرة؟ ممكن، لأنها تعرضت لمجموعة من الشائعات اللي أطلقت عليها في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي، اللي طلع النهاردة واحد من علماء الفلك وبيقول إن كل اللي حصل ده يا جماعة ما كان إلا مسلسل واقعي، وإن الأيام هتثبت إن ما حصلش انفصال بين ياسمين والعوضي، وإنهم هيرجعوا لبعض خلال شهر فبراير الحالي. يعني الناس اللي ظلمت الفنانة زينة، معرفش يعني إذا كانوا ظلموا أو ما ظلموش، إنه أقحموها في موضوع هي ملهاش فيه، في نفس الوقت اللي هي كانت منشغلة بإجراء عملية لأحد أبنائها التوأم. واتقال كمان إن أحمد عز انهار وإنه اتصل بزينة وإنه حضر معاها العملية. من بعدها أصيبت الفنانة زينة بفيروس خطير، ويمكن ده السبب اللي خلاها ما كانتش بتطلع وتكذب بعض الشائعات اللي طلعت عليها في قصة انفصال العوضي عن ياسمين عبد العزيز. على أي حال، إذا كان شائعة أو غير شائعة، نسأل الله العلي القدير أن يشفي ابنها شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما، هو وجميع مرضانا. والله يا سادة، أحيان كتير بيطلع الفنانين بعض الشائعات، لكن في قصة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ما زال الموضوع غامض. في نفس الوقت اللي بيأكد فيه واحد من علماء الفلك اللي بيقولوا ان هم هيرجعوا لبعض، واكد كمان ان الرجوع هيكون خلال شهر فبراير، واكد كمان ان كل اللي حصل ده ليس له اي اساس من الصحة، وانما لجأت ليه الفنانة ياسمين عبد العزيز لان الاضواء بعدت عنها شوية. انا يمكن كنت كدبت وقلت انه مش ممكن يكون ترند لياسمين لان اسم ياسمين وحديه ترند، انما ممكن نصدق ان لما بعد عنها الاضواء، خاصة ان ملهاش اي مسلسل هي في رمضان الجاري، ممكن يكون ده سبب من اسباب الترند اللي هو حصل. مش هقول اللي هي افتعلته، لكن الفنانة زينة هتشارك في رمضان ده بإذن الله مع الفنانة مي كساب في مسلسل العتاولة اللي هيعرض في السباق الرمضاني بإذن الله 2024. نتمنى من حضراتكم دعوة بزهرة غيب إن ربنا يشفي جميع مرضانا، والأيام الجاية هتكشف إذا كان فعلا الفنانة زينة هي سبب من أسباب طلاق ياسمين من العوضي، ده لو كان في أساسا طلاق. لأن في ناس كتير بدأت تقول إن كل اللي حصل ده ما هو إلا مسلسل واقعي، كانوا هم الأبطال وكنا إحنا المتفرجين وإحنا اللي بنحكم على الأحداث. الأيام الجاية هتكشف كل المواضيع. بنشكركم يا أكابر، فضلا منكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة، شرف لينا طبعا. نترككم في حفظ الله وأمنه على أمل اللقاء بكم قريبا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.